السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريقي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو لكي يصلكم كل جديد. بداية بفريق الرجاء الرياضي. ورط رئيس الرجاء الرياضي السابق عزيز البدراوي النادي في صفقة لاعب كلف الفريق مبلغا ماليا كبيرا يهدد الرجاء بأزمة جديدة مادية وأخرى مع محكمة التحكيم الرياضية على حد وصف محمد بودريقة الرئيس الحالي. وحسب معلومات صحفية فإن أكسل مي المحترف الجابوني السابق في النادي الأخضر يقف أمام الرجاء في محكمة التحكيم الرياضية الدولية مطالبا بمبلغ مالي قيمته 900 مليون سنتيم تعود لفترة التي حمل فيها قميص النادي الأخضر. وإذا كان أكسل مي قد انتدبه عزيز البدراوي فإن رحيله عن الرجاء تم في عهد الرئيس الحالي محمد بودريقة. وللمفارقة أن المكتب المسير الحالي للفريق الأخضر سبق وأن أشار في شتنبر من السنة الماضية عن فسخ العقد بالتراضي مع مي مقابل 280 مليون سنتيم قبل أن يؤكد المكتب ذاته حاليا وجود حكم مرتقب في 2 من مايو يقضي بدفع 900 مليون سنتيم للاعب. في خبر آخر كشف مصدر صحفي حقيقة تقديم فريق نهضة زمامرة لكرة القدم بشكاية لدى لجنة الأخلاقيات ضد محمد الزريدة لاعب الرجاء الرياضي. وأكد نفس المصدر أن إدارة زمامرة لم تقدم على وضع أي شكاية ضد محمد الزريدة لدى اللجنة المذكورة. ونفى المصدر الأخبار المتداولة حول الموضوع مؤكدا أن كل ما يروج لا أساس له من الصحة. أما فيما يخص الفريق الأحمر الوداد الرياضي حيث حسم الفريق الأحمر موقفه من اللاعبين منتصر الحتيمي والنيجيري أوديو غونز الذين يلعبان له هذا الموسم على سبيل الإعارة. وقرر النادي عدم تفعيل بند شراء عقد الحتيمي من فريقه طرابزون سبور التركي مقابل حوالي 450 مليون سنتيم بسبب عدم إقناعه للمدربين الذين تعاقبوا على تدريب الوداد هذا الموسم. وأخذ الحتيمي عدة فرص مع المدرب عادل رمزي ثم مع فوزي البنزرتي ليتحول بعدها إلى لاعب احتياطي إذ قلت مشاركاته مع الفريق الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية. وتأثر الحتيمي بكثرة الإصابات وتراجع لياقته البدنية ولم يظهر بنفس المستوى الذي كان عليه عندما كان لاعبا في صفوف الفتح الرباطي.